ما تيجي اقولك على فكرة حلوة تخليكي تكسبي ذهب وانتي قاعدة في البيت. دلوقتي احنا داخلين على شهر كريم اللي هو شهر رمضان، كمان شهرين ان شاء الله. اقولك على فكرة حلوة، بس صلي الاول على النبي في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا ستي انما انتي في عندك فكرة اللي هي ايه؟ ممكن تعملي بياضات ركنة، بياضات انتريه. من ما فيش. ازاي من ما فيش؟ يعني انتي مثلا لو رحتي قطعتي حتة قماشة 2 متر من عند اي واحد بتاع قماش، مش لازم يا ست انا اقول لك انا اوفر لك القماش، من عند اي واحد بتاع قماش قطعتي 2 متر هيعملوا لك 4 متر للركنة. ازاي؟ عرض القماش 140، يعني انت دلوقتي معاكي عرض 140 وانت الركنه بتاعتك العرض بتاعها 60 سنتي، يعني كده في فرق 10 سنتي. فانت بتجيبي العرض بتاع القماش، او ممكن لو انت قاعده في مكان في اسواق اللي هو بيبقى فيه سوق كل اسبوع، ممكن هيتوفر عندك القماش ده هيبقى بالكيلو. ليه بالكيلو؟ عشان في عيوب؟ لا، عشان بواقي قماش. بواقي القماش ما ينفعش بتتباع بالمتر، اصل هتتحسب ازاي بالمتر؟ فالناس بتدربها وبتباعها بالكيلو عشان ما ينفعش بالمتر، لانها كده كده حتت صغيره. فانت بقى بتاخدي بالمتر زي ما انت بتاخدي بالكيلو زي ما انت عايزه. فانا كنت قاعده بعمل بياضات لنفسي، فقلت اما اقول لكم على الفكره دي، انت ممكن ينفتح لك باب رزق منها. انا اصلا كنت شغاله فيها، بس كنت بجيب اتواب. بجيبها منين؟ من الازهر. وكنت اوقات بيبقى في محلات في الازهر حاطين قدام المحلات قماش ومطبقينه. القماش اللي متطبق قدام المحلات ده بيبقى بواقي تواب. لو المتر بينباع وليكن ب90، انت هتاخديه مثلا ب50 ب40، فبيروح منزلين لك في سعره شويه. فانت بتنقي الحتت اللي تناسبك وبتحاسبي عليها، بيبقى عندك اكتر من حته. الزبونه ساعه ما بتيجي تختار منك بتنقي من عندك القماش، او انت بتجهزيه وتعمليه بياضات وتحطيه في اكياسه بمناديله وبتعرضيهم للبيع. دلوقتي الحتت الجبلان جمله الحته 180 سنتي، يعني مش مكمله 2 متر، ب150 جنيه جمله، على ان انا شغاله في الجمله. لما تيجي تنبعلك هتنبعلك ب180 الحته. دي لو واحده كويسه. انما لو واحده بقى بتحب ان هي تكسب اكتر، هتباعها لك ب200 جنيه، ب220 جنيه. وكده كده اوريدي انت داخله على شهر رمضان، ان شاء الله ينعاد عليا وعليكم بكل خير. هتحتاجي ان انت تجددي في بيتك عشان العزومات وعشانك انت كتغيير ليكي ولاولادك. فانا بنصحك لوجه الله، لو انت هتعمليها لنفسك، لو انت هتعمليها لاخواتك، هتعمليها لقرايبك، لاصحابك، لجيرانك، دي هتوفر معاكي وهتبقى كويسه معاكي. بتجيبي عرض القماش وبتطبقيه 2، وبتقصي العرض بتاع القماش. يعني انت بتجيبي عرض القماش وبتقصي العرض بتاع القماش. انا الحمد لله والفضل لله شغاله بما يرضي الله، على الاقل خالص مش زي رجاله كتير حواليا بيمدوا ايديهم وبيستلفوا. لا، انا كست الست اللي انت بتتكلم عليها دي اللي هي انا، الحمد لله والفضل لله، ما مدتش ايديها زي ما انت ما مدت ايدك كده بتمد ايدك لغيرك اللي انت بتتكلم عليها. فانت اي حد شايفك بمنظوره المريض، اثبتي له انك انت احسن منه. بايه؟ بشغلك، بجدك، بتعبك، مش بانك انت تقعدي في البيت وتحطي ايدك على خدك او تبرري له انت تمام ولا مش تمام. ما تبرريش لحد حاجه، اشتغلي على نفسك. انا جبتلك افكار كتير قوي. انا قلت يا جماعه انا مش هحدد في القناه بتاعتي دي حاجه معينه، لا. يعني انا شغلي كفرات، بخلي شغل الكفرات ده في جنب وبديكي افكار ليكي انت عشان تشتغلي. ليه؟ عشان انت مثلا يبقى انا سبب في فتح باب رزق ليكي وفتح بيت ممكن لا قدر الله لا قدر الله يجرى له حاجه من عدم الفلوس. اكبر نسب الطلاق دلوقتي بسبب ايه؟ ان الراجل مش قادر على مسؤوليه بيته ولا قادر على انه يصرف على بيته. فانت بتساعدي في المعيشه وبتساعدي انك انت على الاقل يا شيخه هتجيبي طلباتك، هتجيبي احتياجاتك، كده انت شلتي عبء خالص عن جوزك. فاهماني؟ والقرش اللي هيتوفر معاكي هيبقى مثلا لاولادك. فانا لما اكون سبب في كده
اكيد ربنا هيبارك لي، هيبعد عني ولاد حرام باصين لي في حياتي، هيبعد عني ناس ملهاش كده لا في الطور ولا في الطحين زي ما بيقولوا، وقاعدين على قد ان هم يبصوا الاميره، اول ما تنزل الفيديو يدخلوا لي يتفرجوا عليا، ومش بيسكتوا بقى، لا بيقعدوا يتكلموا. فدعوه منك هتخلي واحد ابن حرام قاعد بيجيب في سيرتي، ربنا هيرد كيده في نحره ان شاء الله. هو كل اللي انا عايزاه منك انك تدعي لي دعوه حلوه من القلب. انا معايا حته القماشه دي طولها 3 متر وعرضها 140 سنتي او 160 سنتي. تعالوا نشوفها كده قد ايه. بصوا انا طبقاها 2 تمام كده، هي 160 سنتي لانها 80 سنتي، نطبقها 2 ف 80 و80 160، فانا هقصها 2 وهنعمل لها اوفر سوا تمام كده. انا ظبطت الحرف على الحرف. بصوا تعالوا كده، انا ظبطت الحرف على الحرف وهقص معاكم. بسم الله. فانا بقى اديتك ايه كذا فكره انك انتي تعملي منها اي حاجه. وبعدين القماشه اللي معاكي هي بقى ايه اللي بتبيع نفسها زي ما احنا ما متفقين. ممكن انتي تعمليها بياضات، ممكن تبقى شكلها حلوه قوي تعمليها خداديات، ممكن تعمليها مناديل. طب انا مش عارفه ابيع. عارفه انتي لو نزلتي في الاسعار بتاعتك يا ستي، انتي بتشتغلي من البيت صح؟ حابه انك انتي تفتحي لك باب رزق، ابدأي الاول من غير مكسب وبعد كده ابقي اكسبي براحتك. بصوا انا كده قصيتها ايه 2. كل اللي عليكي انك انت هتعملي لها اوفر من هنا واوفر من هنا، ولا تعبتي في حاجه ولا اشتغلتي ولا عملتي كفرات. تعالي بقى كده، ولا قعدتي على مكنه وظهرك انقطم وبقيتي بتاخدي حقن فولترين علشان خاطر وجع ظهرك، ولا تعبتي في اي حاجه. كل اللي عملتيه قصتيها 2 وهتعملي لها اوفر. طيب انا ما عنديش اوفر، مكنه اوفر يا ستي وديها عند اي واحده جنب منك رزقيها واسترزقي. على الاقل خالص لما بتروحي وتقعدي معاها وتشوفي القماشه اللي انت جايباها حلوه وبتبيعيها ب100 وهي 2 متر وهي بره بتنباع ب200 جنيه، هتقول لي فلانه اللي جايه لها وهتقول لي دي وهتقول لي دي وهتقول لي دي. هيبقى كده انت عملتي لنفسك دعايه وانت مش واخده بالك. عارفه انت لو عملتي الحاجه بنفس راضيه وبحب والله ربنا اللي هيكرمك. يعني انت رايحه ترزقيها علشان خاطر بنيه انك انت هتطلعيها كده، يعني خالصه النيه. مش ان انا لو كانت عندي مكنه خياطه مش كنت وفرت ال10 جنيه بتاعت الحته اللي هيتعمل لها اوفر. لا ما تحسبيهاش كده، دي رزقها وده رزقك. ف يعني ده لو رزق العبد على العبد ما كانش حد هيرزق. فالحمد لله الارزاق دي بتاعت ربنا، يمكن ربنا جعلها سبب جنب منك بتعمل اوفر ان حاجتك تتعرف. فهماني؟ روحي اديها في الحاجه زي ما هي عايزه. اهم حاجه الرضا بين الطرفين في البيع والشراء. وهتعمل لك الاوفر بتاعك نفس لون القماشه، وقولي لها ده انا ببيع الحته منها ب100 جنيه. لو حد سالك حطي عندها كام حته وقولي لها لو حد جه عليهم خدي لك في الحته مثلا 20 جنيه وبيعها ب100 جنيه، انا هديها لك ب100 وانت بيعها بال20. هتلاقيها هي بتسوق لك وانت قاعده في بيتك معززه مكرمه. ده لو انت مش عارفه تسوقي شغلك. اعرضيها على اخواتك، اخواتك هيقولوا لاصحابهم، اصحابهم هيقولوا لجيرانهم، جيرانهم هيجولك. مفيش حاجه بتقف على حد، والله العظيم ما في حاجه بتقف على حد. انت بس اشتغلي وانك تشتغلي وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيكرمك. الفيديو بقى اللي كان قبل ده بتاع المحل بتاعي، لقيت التعليقات بتاعتكم. اولا شكرا 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 عليها وربنا يخليكم يا رب ليا.
فلقيت واحدة من ضمن التعليقات بتقولي انا مش بستفاد من فيديوهاتك بحاجة ولا بتعلم حاجة، بس بحب اتفرج عليكي، يعني بحس جواكي كده ان في حاجة حلوة. انا اول ما قريت التعليق اللي هو ايه حسيت ان هو هيزعلني، بس لقيته بعدها ايه تعليق كويس وفرحني. وانا كمان والله بحبك قوي، وربنا يديمكم نعمة في حياتي. انا قلت لكم وبقولها لكم، انا ربنا عوضني بيكم، لان انا عايشة في وسط ناس مريضة، اقسم بالله مريضة، ما حيلتهمش حاجة غير ان هم يتكلموا على غيرهم، يعني يشوفوكي شغالة وربنا راضي عنك وكرمك، برضو مش سايبينك في حالك. هل هم يسكتوا؟ لا، ده بيخترعوا حاجات ويقولوها. يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه والله. فانتي مش معنى انك انت عايشه في ارياف انك انت تنتحري، لا، خديني مثال قدامك، مش هتنتحري والله. اعتبريهم لا مؤاخذه يعني اكياس زباله، زي ما انا كده معتبرهم اكياس زباله. واحده كلمتني بعد الفيديو بتاعي ده وقالت لي انا عايشه في ارياف وتعبانه في حياتي بسببهم وبسبب كلامهم. فانا بقول لك يا روحي اعتبريهم، شفتي كيس الزباله كده لما بتنزليه لا مؤاخذه يعني في الكلمه، انا بعتبر كل واحد وكل واحده بتتكلم عليا كيس زباله وبرميه، ما بشغلش دماغي بيه. فانت كمان خليكي كده، اثبتي لهم ان انت احسن منهم. انا عن نفسي الحمد لله الحمد لله، عشان متصالحه قدام نفسي وقدام ربنا قبل نفسي، وشايفه نفسي الحمد لله تمام، ما بعملش حاجه غلط. انا ارجل من اي راجل في المكان اللي انا فيه، تمام، ومن ارجل من اي راجل في الدنيا كلها، بس في المكان اللي انا فيه اخص. يعني انت مثلا واحد ربنا مسخرك على اذية الغير، سبحان الله، بس يلا خلينا ناخد من حسناتكم ده اذا كان عندكم حسنات اصلا، وشيلوا شويه من قفايا من السيئات والذنوب اللي الواحد كان عملها او الواحد بيعملها من غير قصد. بتعملي ايه يا اميره؟ القماشه دي زي ما احنا قلنا 3 متر، فانا قصيتها 2، تمام، فقصيت منها تاني من الطول بتاعها ال3 متر حته 80 سنتي. ليه 80 سنتي؟ كرسي. الحتتين دول 3 متر دول هيعملوا طقم انتريه. ازاي هيعملوا طقم انتريه؟ حته 3 متر 2 متر و20 اهيت، وشلت منها 80 سنتي. ال 80 سنتي ده في عرض 80 سنتي للكرسي، تمام كده. الحته التانيه بقى هتطلع لك مناديل وهتطلع لك كرسي كمان، يبقى انت كده معاكي كنبتين وكرسيين. الكنبه التانيه ال3 متر دي هتتقسم 2، لان الكنبه الصغيره بتبقى 130 او 140، فانا هخليها 150، هقسمها 2 لان طولها 3 متر، وهاخد منها حته 80، هيتبقى معايا قد ايه؟ 70 سنتي. ال70 سنتي دول المنديل اصلا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 35 في 35، فانا الحته اللي هقصها 80 سنتي هتبقى زي ال 80 سنتي دي، هيبقى كده الكرسيين والكنبتين، وفي حته 70 سنتي معايا، هروح واخداها شريحه من النص مره، ومن ال 80 سنتي هقسمهم على 2، هيبقى كده 35 في 40، يبقى كده طلعوا لي 4 مناديل. حته 3 متر طلعت لي 4 مناديل، وطلعت لي كنبتين وكرسيين. كده انت ما عندكيش اي حجه، ومش بدها اي شرح ومش بدها اي افتكاسه، حاجه سهله وبسيطه. ربنا يقدرنا دايما على ان احنا نساعد الغير. تعالوا كده نسوي الحرف ده. والله العظيم بصوا انا كنت متضايقه جدا ماشي، واللي هو مش طايقه نفسي، فاتكلم في ايه، رحت فاتحه الكاميرا وانا بقص طقم الانتريه او بقص الحاجه دي ليا انا شخصيا، قلت لعلكم تستفادوا، يعني لعل واحده تاخد الفكره من ضمن اللي بيشوفوني وتطبقها.
في ناس كتير بعتت لي صور وناس كتير بعتت لي حاجات هم عملوها، ما شاء الله اللهم بارك.